اعتبرت جريدة ريكسبرغ تايمز أن المغاربة هم أكثر الشعوب وقوفا، إذ نظمت عام 2007 3500 وقفة احتجاجية، علما أنه لا يوجد إلا 365 يوما في العام من كل سنة. الورقة التالية تقف على باقي أشكال الوقوف. أي من جهة أخرى يمكن اعتبار الوقوف الاحتجاجي أحد أشكال التعبير عن عدم الرضا، أي أن الإنسان ما كيوقف حتى كتكون واقفة ليه. لا لكذي لكذي لكذا، لا لكذي لكذي لكذا، لا لكذي لكذي لكذا. هاد الفردية كتعفاط على النملة، ماشي سوقنا واش نملة ولا جملة. هاد الفردية كتعفاط على النملة، ماشي سوقنا واش نملة ولا جملة. الرملة والحجرة بحال بحال تيمومة، الحجرة والرملة بحال بحال تيمومة، الحجرة والرملة بحال بحال تيمومة. لا لا إنما حيثما، لا لا إنما حيثما، لا لا إنما حيثما. الشعارات ديالكم ما واضحاش، علاش كتحتجوا؟ مالهم نحتجوا؟ عندنا الحق في الاحتجاج، لأن هذا حق من الحقوق المضمونة لكل مواطن ومواطنة. ومن هذا المنبر حنا كننددوا وكنشجبوا وكنسبكوا وكنحتجوا. ايه، ولكن علاش كتحتجوا؟ على كل من هي حاجة. خويا رشيد، علاش كنحتجوا؟ أسامة، علاش كنحتجوا؟ امين، علاش كنحتاجوا بصح؟ انا شفت الاخوان كيناضلوا وقلت ناضل معاهم. علاش؟ يلا يلا سيدنا، يلا لعند السوق نمشي ليه، يلا يلا. وانت باش كطالب؟ أنا ما كنطالبش، أنا محتج محترف، كارت فيزيت. لا احتاجيتيني خوك راه حار، وقفة احتجاجية إضراب مسيرة اللي خصاتك. غنجي عندي غير الموقف هنا، الموقف هنا تلقاني. كاميرا تجي تضرب معنا غدا في واحد الوقفة احتجاجية قدام الجماعة، غندبر عليك كاسكيطة وكشكول حارين. غتكون الحلوى المناضة العصا، غتكون مزاهرة غدا. جيب لك الكاميرا ديالك، ياك عندها الجاج ما كيتهرش. من جهة أخرى الوقوف أصناف، فنقول الوقوف معه أي مؤازرته، والوقوف على شغله أي مراقبته، والوقوف عليه أي مبايعته. ولعل أكثر أشكال الوقوف انتشارا هو الوقوف في وجه أخيه، وهناك الوقوف حجرة عثرة أي إيقاف البيضة في الطأس، أو ما يعرف بشد الذاكر. باختصار هناك الوقوف الإشهاري والوقوف الإجباري، فكل أشكال الوقوف منتشرة في المجتمع إلا الوقوف في الضوء الأحمر.